اخباركم بلي مستر بيست حصل كيزور وكيسكريبتي في الفيديوهات ديالو، وهذا الشيء غادي يجي مورا الفضيحه اللي طرات لصاحبو كريس تايسون اللي حصلو كيدير شي تصرفات خايبه مع المتابعين ديال مستر بيست الصغار. وفي هذه السيمانه غادي يخرج واحد خونا اللي كان خدام مع مستر بيست كيقول فيه بانه كان خدام مع مستر بيست ومستر بيست هو اكبر نصاب. فيه اكثر من 53 دقيقه وكامله عامره بالفضائح ديال مستر بيست وكيفاش كان كينصب على الدراري الصغار في الفيديوهات ديالو. فمعكم الباران كل يوم غادي نحاول نلخص لكم كل هذه البلبله اللي واقعه على مستر بيست واش تقدر تدمر ليه الكارير ديالو. الفيديو عامر بالدلائل على مستر بيست وكيفاش كان كينصب على المتابعين ديالو في الفيديوهات ديالو لدرجه الفلوس والجوائز اللي كان كيدير في الفيديوهات ديالو كلها فاي. ممكن ما تكونش كلها ولكن الاغلبيه فيهم فاي. اول حاجه تقرات في ذاك الفيديو ان الفيديوهات ديال مستر بيست كاملين كلهم سكريبت وزايدين عليهم بزاف ديال المؤثرات الصوتيه. Scripted, because what we do is not scripted, so you have to plan for a bunch of variables that you can't control, blah blah. If what we did was scripted, holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? No. But this train track is CGI. هاد النقطة الأولى اللي جبت نقدروا ندوزو عليها حيتاش بزاف ديال اليوتيوبرز الكبار اللي كيزيدوا بزاف ديال المؤثرات الصوتية في الفيديوهات ديالهم باش الفيديو ديالهم ما يكونش ممل وباش المشاهد يتفرج في الفيديو كله. إلا كنتي كتفرج في الفيديوهات ديال مستر بيست غتلاحظ واحد المتابع اللي سميتو ماك، وماك شارك في 3 ديال التحديات، 2 خسرهم وواحد ربحو، وكلشي في ديك الوقيته تعاطف مع ماك وكان كيطلب من مستر بيست باش يعاود يجيبو ويدير تحديات اخرين باش يربح شويه ديال الفلوس. ولكن مع الاسف هاد الهضره كامله طلعت غير كذوب، وماك طلع موظف عند مستر بيست. وزيد في الفيديو كاين وثائق كيثبتوا ان ماك انتقل من كاليفورنيا من اغرب البلايص في امريكان وغينتقل لولايه كارولاينا باش يصور فيديو مع مستر بيست. تخيلوا معايا ماك اللي كانوا كيتعاطفوا مع الناس غادي يسكن في واحد الدار اللي يساوي اكثر من $1 مليون. Mac for a second. We will die. Do you understand that? I found public records showing that Mac moved from California to Greenville, North Carolina, where Jimmy is located, back in August 2023, 2 months before he appeared as a contestant. According to a former Mr. Beast employee, this is around the time when Mac started working full-time on the editing team at Mr. Beast. Also, he didn't just move into any old house, he moved into a $1 million mansion. His 6,000 square foot $1 million mansion comes with a movie theater and 7 bathrooms. What are you gonna spend the $800,000 on? I mean, my life's changed now. Yeah, I'm sure that $800,000 is really gonna change your life. مع الاسف مستر بيست كان كيزور الفكره ديال الفيديوهات ديالو باش يخلي لي فانس ديالو يتفاعلوا مع المتسابقين اللي كيدوزوا معاه، والاحداث ديال اغلب الفيديوهات كان مخطط لهم وكيدربوا عليهم بحال غادي يصوروا شي فيلم. والحاجه الرابعه اللي دوا عليها خونا ان مستر بيست كان كيفيكي اغلب التحديات اللي كيدير، ودوا على واحد الفيديو بالضبط هو تحدي دوز 7 ايام في البحر، وفي الفيديو كان كيحط لقطات للبط واللي المفترض ان الفريق ديال العمل ديالو خصو يكون فوقها، ولكن في الواقع مستر بيست والطاقم ديالو كانوا جالسين فوق يخت كيسوى اكثر من $1 مليون. During this time lapse on the 4th day of 7 days stranded at sea, you can clearly see there's no one in the shelter. These are their empty beds. But after a hard cut, magically 5 people are awake and 2 of the boys have bright yellow raincoats that they didn't have when it rained on day 2. And after standing the whole night completely soaked, You didn't spend the night soaked, Jimmy. You slept on the production yacht. It's ironic because this is one of the videos where they claim that they don't fake things. But no, we have to be the real channel that doesn't fake. وحتى الفيديو ديال 100 بنت ضد 100 ولد اللي المفترض ان المتسابقين خصهم يكونوا عشوائيين، طلعوا اكثر من 90% فيهم كانوا موظفين عند مستر بيست. صاحبة مستر بيست كانت مشاركة معه وتسربت بعض المحادثات على ان النتائج ديال داك الفيديو كانوا مخططين لها قبل بشهرين من التصوير ديالو. Let's look at this video. Not only were the results of this video completely scripted, but the contestants are not random subscribers. so many people had jobs. Oh, that contestant had to get out for her job? I guess you forgot she's your hiring manager. I actually recognize a lot of people in this video, including Jimmy's own girlfriend. So yeah, the random subscribers you see in challenges are actually never random. They're almost always local to Mr. Beast, and oftentimes friends and family of Mr. Beast employees, or just the employees themselves. تخيل معايا قال ان دوك المتسابقين العشوائيين اللي كيجيبوا كيجريو عليهم من الاول ديال الفيديو وكيخلي الرابح في المسابقه يكون شي صاحبه ولا شي واحد من العائله ديالو. وواحد المره بيودي باي دار رياكشن على واحد خونا كيدير لي كيفواي، في الاصل كانوا كاملين نصب واحتيال، وهذه هي الطريقه اللي كيتبع مستر بيست. People are still doing fucking giveaways. Holy shit, it's so annoying. 10 years of YouTube, people are still like buying subs for this shit. So over the next 7 days, I'm gonna be giving 1,000 random people that subscribe a free Samsung Galaxy S24. How is this legal? I don't get it. All you have to do is subscribe to your channel. All you have to do to enter to win one of these phones is subscribe. It's a scam. Holy shit. وما تنساوش الا درنا فيديو على بيودي باي راه غادي تلقاوه في القناه ديالي.
مستر بيست واحد الوقيته غادي يخرج الميرش ديال التريكوات ديالو اولا التونيات ديالو اللي كان كيبيعهم بواحد الثمن غالي زعما بسبب لانه كيسيني فيهم هو بنفسه، ولكن في الحقيقه التوغيه كانوا كيوقعوا غير صحابو اللي حداه ولا الموظفين ديالو. والدليل على هادشي كينبان في واحد اللايف ديال مستر بيست والموظف كان كيحاول يخبي التوقيع ديال مستر بيست، ولكن الاغلبيه اللي كانوا كيتفرجوا في الستريم لاحظوا هادشي في وسط الستريم. So here's a clip of Tyler forging, or not, maybe not forging, using Mr. Beast's signature. So Tyler signs MB, which is Mr. Beast's signature. Then he covers it, signs his own initials, TC, smirks, looks around, and then quickly slides the shirt away. Could you make it any more obvious? Even Tariq notices Tyler slip up and immediately looks into the camera, looks guilty, and then readjusts his body and rubs his hands together. وحتى التحدي ديال شري في 5 دقائق وتربح $100 كان غير كذوب. اش من $100 $1000. كان الهدف ديالهم يخليو بزاف ديال الدراري الصغار يطلبوا بزاف ديال الحوايج وهمهم انهم غادي يربحوا الفلوس وراه هادشي، ولكن في الحقيقه حتى واحد ما كيربح. وخونا اللي دار الفيديو غادي يقول بلي مستر بيست ولاد جيمي 5 سوايع قدر يدخل اكثر من $1.5 مليون ديال الارباح، وهاد الهضره على العكس اللي كان كيقول مستر بيست في اللايف ديالو انه كيخسر بزاف ديال الفلوس. These lotteries are also run poorly. Multiple times they would say something like buy in the next 5 minutes for a chance to win, and then 7 minutes later go, actually the newest order in 30 seconds is going to win. In 5 minutes, we're going to do the same thing again. We're going to put $1,000 in a random order. All right, so the newest order in 30 seconds, we are going to put $1,000 in your package. When there was just no way they were ever even close to losing money on this stream. In 5 hours, they gave away about $50,000 worth of stuff and sold over 50,000 t-shirts. Selling these t-shirts at $42 each, profit margin would be about $22. But even if they were making like $1 per shirt, they would still be fine. ونزيدكم الشكلاط اللي كان خرج مستر بيست اللي كان دار ضجه على انه صحي وفي واحد الكميه ديال السكر اللي قليله بزاف، حتى هي كانت غير كذبه باش يضحك على العقول ديال الدراري الصغار اللي كيتبعوه. والكميه ديال السكر اللي كانت في الشكلاط او الكوكيز ديال مستر بيست هي 30 غرام واكثر كاع. وتصوروا معايا ان مستر بيست ما كيقولش غير بان المنتجات ديالو ما فيهاش السكر وصافي، ولكن في الواقع في الحقيقه فيها كميه كبيره ديال السكر ومضر اكثر من الشكلاط ديال الشركات المنافسه ليه. Mr. Beast changed the formula again to where it has mostly the same ingredients as Hershey's and even more sugar and more calories per bar. And this initial ad for Feastables where he calls it healthy is still getting millions of views a month. Like Mr. Beast is bringing hundreds of thousands, if not millions of new people to the candy aisle whether he wants to admit it or not. وفي الاخر ديال الفيديو باغي غادي يحطوا واحد الفيديو وان مستر بيست عطاه واحد الفلوس بشكل عشوائي، كيطلب من الموظف ديال التوصيل انه يدير راسو مصدوم، وان مستر بيست كيعطي واحد المبلغ ديال الفلوس بشكل عشوائي. I'll be like shocked, like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're, yeah. Now act a little surprised. Like be like really shocked with your mouth open. وغير باش تعرفوا ان هادشي كله صحيح، مستر بيست رفع قضيه على داك خونا اللي سميتو باك ومازال لحد الان ما ردش على هذا الفيديو، وباين انه باقي طار عليه الدم مع القضيه اللي طرات ليه مع كريس تايسون. فراه غير باش تعرفوا على ان هاد البلانات اللي طراو ليه يقدروا ياثروا على المسيره ديالو. فالفيديو لاحظت الاخر وما تخيلوش الكميه ديال السبان اللي جات ليه في الكومونتيرات، بنادم كيحاول يعتز ليه من عالم اليوتيوب. اول مره تقريبا مستر بيست غادي يطلعوا ليه ديسلايك ديالو اكثر من 2 مليون ديسلايك. ما تنساش لو وصلت لهاد البارتي ما تنساش دير معاك واحد لايك ودير معاك واحد سبسكرايب وتقول لي واش بصح هادشي هذا غادي ياثر على المسيره ديال مستر بيست بشكل كبير. دخل الانستغرام ديالي اللي هي هادي، دير واحد ابوني تما.